بونجور حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. قبل ان شاء الله ما نكمل اسئله الوحده التاسعه، هنراجع مع بعض جمله التعجب او لا فراز اكسكلاماتيف. واحنا قلنا ان جمله التعجب اللي بيبقى فيها علامه التعجب كده، وبنستخدم فيها كلمه كل او كلمه او معنى ما. كل كل دي بيجي وراها المفرد المذكر، وكل دي بيجي وراها المؤنث، وكل دي الجمع المذكر، وكل دي الجمع المؤنث، وشرحناها بالتفصيل المرة اللي فاتت. عندنا هنا أمثلة كده نقراها بسرعة. كلب فيلم، يا له من فيلم جميل، أو ما أجمل الفيلم ده. كلب في، يعني يا لها من بنت جميلة، أو ما أجمل البنت دي. كلب جارسون، يا لهم من أولاد حلوين أو جمال. وكلب في، يعني ما أجملهم بنات، أو يا لها من إيه بنات جميلات. دي جملة تعجب بنستخدم فيها كل، وبنحط في الآخر علامة التعجب دي. يبقى احنا كده عملنا جملة تعجب عادية جدا. أهم حاجة نراعي الكلمة اللي جاية، لو هي مذكر ولا مؤنث، ولو هي جمع مذكر ولو هي جمع مؤنث. وطبعا دي احنا أخدناها بالتفصيل وشرحناها الفيديو اللي فات واللي قبليه كمان. يلا بينا نحل أسئلة الوحدة التاسعة. أول حاجة عندنا هنا شوازي لا بون ريبونس، اختار الإجابة الصحيحة. tu joues flûte. فيرب جوي، فيرب جوي وفلوت اللي هي انسترومون ميوزيكال، يعني أداة موسيقية مع فيرب جوي. نفتكر مع بعض فيرب جوي لما كان بيجي مع الانسترومون ميوزيكو، يعني مع الأدوات الموسيقية. كنا بنحط ايه؟ كنا بنحط معاه دو ودو لا ودو الابوستروف ودي مع الادوات الموسيقيه. لما نقول جو جو دو لا بيانو، يعني انا جو جو دو بيانو، اسفه، يعني انا بلعب على البيانو. لما بقول جو جو دو لا فلوت، يعني العب على الفلوت. تمام. اخدنا كمان فيرب جوي نفسه مع ايه؟ مع انواع الرياضه، وقلنا ان هو لما بيبقى في انواع الرياضه او بيجي وراها ماسكولين سنجولير، والا فيمينين سنجولير، والا بوستروف الفويل، والاو بيجي وراها بلوريال. يبقى دو ودو لا ودو الابوستروف ودي مع الادوات الموسيقيه. لكن او الا بوستروف واو اللي اخرها اكس مع انواع الرياضه. عندنا هنا أمثلة: je joue de la flûte ومونا جو du saxophone. استخدمنا هنا de la ودو مع الأدوات الموسيقية، واستخدمنا تحت او وآلا مع أنواع الرياضة. عندنا هنا choisis la bonne réponse، اختار الإجابة الجيدة. tu joues flûte، طبعا طالما في فلوت يعني في أداة موسيقية، يبقى هنختار على طول يا دو يا دو لا يا دو الابوستروف. يبقى تيجو الفلوت، هل الفلوت دي مذكر ولا مؤنث؟ طبعا مؤنث، فعلى طول هنختار دو لا فلوت. تمام كده. هنا منى جو ساكسفون، ساكسفون. نفكر في الساكسفون، هل الساكسفون ده مذكر ولا مؤنث؟ بنقول لو ساكسفون يعني هو مذكر، يبقى في الحالة دي هنختار ايه؟ منى جو دو ساكسفون. ديانا جو نقط فوتبول، طبعا سبور يبقى هنختار او الا او على حسب. فوتبول دي طبعا رياضة، ورياضة مذكر هتبقى او فوتبول. فو جوي نقط تنس، تنس كمان مذكر يبقى او تنس. لو باسكيتور جو نقط باسكتبول، الباسكيتور اللي هو لاعب الباسكت، الباسكيتور جو او باسكتبول. لو جارسون سوفل لو ساكسفون، طبعا فيرب سوفلي بياخد على طول وراه دون. Le garçon souffle dans le saxophone. Le flûtiste joue، الفلوتيست اللي هو اللي بيعمل الفلوت، جو ايه؟ دو ولا دو لا ولا الا؟ دو لا فلوت. بعد كده عندنا جملة هنا نقط بوتون، يعني يا له من وقت لطيف او يا له من وقت جميل. كلمة طون دي كلمة مذكر ومفرد، تبقى كال دي كالبوتون. بعد كده عندنا بل دانسوز، يعني راقصات جميلات، طبعا هتبقى كالدي اللي اخرها اس علشان ده مؤنث وجمع. بو فيلم، فيلم جميل، هيبقى كالبو فيلم، يا له من فيلم جميل. تمام.
عايزين نركز مع بعض بقى في الجزء ده عشان ده مهم جدا. لما يقول لك ايه ترانسفورم لي فراز سويفونت على فورم اكسكلاماتيف، يعني ايه؟ يعني حول الجمل دي لجمل ايه؟ جمل تعجب. ما ننساش اهم حاجه، اوعوا ننسى الاداه دي وهنفتكرها مع بعض ونحل مع بعض. اولا لازم نفكر في معنى الجمله. هنا عندنا الجمله بتقول لك ايه؟ ساتوم اي ميشون، يعني الراجل ده شرير. كلمه ميشون معناها شرير، وسات اوم يعني هذا الرجل. هذا الرجل شرير. سات اوم اي ميشون، هذا الرجل شرير. هنعمل ايه دلوقتي؟ اولا هنستخدم ايه؟ كلمه كل انهو كل اللي هي بتيجي مع المذكر كل. ماشي. ميشون رجل وشرير. بعد الكل على طول بنحط الايه؟ بنحط الصفة اللي موجودة. ايه الصفة اللي موجودة هنا؟ دي ميشون شرير، هيبقى كل ميشون في الاخر. يعني معناها ايه؟ معناها ما اشر هذا الرجل، ده راجل شرير. او مثلا ايه؟ ما اشر هذا الرجل او قد ايه الراجل ده شرير، بعلامة التعجب في الاخر. يبقى احنا كده حلينا صح. يبقى الكلب بتبقى في الاول، وبعد كده الصفة، وبعد كده الكلمة اللي بنوصفها. تمام. نعمل مثل تاني. لو ليفر اي انتريسون. ليفر دي كلمة ايه؟ مذكر ومفرد. يبقى كل دي كل، وبعد كده بنحط الصفة اللي هي انتريسون، وايه اللي احنا بنوصفه في الاخر ليفر، وما ننساش علامة التعجب في الاخر. كل انترسون ليفر، يعني ما يعني الكتاب ده شيق، ما اكتر ان الكتاب ده شيق، او ما او ايه يعني صيغة التعجب للكتاب، ان احنا بنقول ان الكتاب ده قد ايه هو شيق. تمام. عندنا بعد كده سي ان بون اكتور، يعني ده ممثل جيد. بون اكتور طبعا ده مذكر مفرد برضو، هيبقى كل بون. الصفة بعد كده كل بون اكتور، يعني يا له من ممثل جيد فيما معناه. لو فيلم ايه اجريابل، يعني الفيلم عجيب، هنقول كل اجريابل فيلم، يعني يا له من فيلم عجيب او ما اعجب هذا الفيلم. هذا الفيلم. سو بانتالون اي بو، هنقول كل بو بانتالون طبعا، ونكملها وما ننساش علامة التعجب في الآخر. يبقى احنا كده حلينا كل الجمل صح. السؤال ده بيقول لك ميتي اون اوردر، ضع الجمل بالترتيب لفيلم بريفير لفي كوميك. طبعا من خلال اللي احنا قريناه الفيديو قبل اللي فات، القطعة اللي قريناها مع بعض، ان البنات بتفضل الافلام الكوميدية. يبقى لفي دي هتبقى اول الجملة لفي، وبعد كده البريفير الفيرب بريفير لفيلم كوميك. لفي بريفير لفيلم كوميك، البنات بتفضل الافلام الكوميدية. احمد حلمي ان اكتور ايه؟ طبعا احمد حلمي ايه وفي الاخر ان اكتور، يعني احمد حلمي يعتبر ممثل، او احمد حلمي بيكون ممثل. ام تو رومانتيك لي فيلم. تو ام لي فيلم رومانتيك، سهل قوي، يعني انت بتحب الافلام الرومانسيه. تو فوار ام لي فيلم كوميك. تو ام فوار لي فيلم كوميك، انت بتحب تشوف الافلام الكوميديه. quel tu aimes voir genre de film. quel genre de film tu aimes voir. كل ده هكتبه لكم. le jour on va au de congé cinéma. le jour de congé on va au cinéma، يعني اليوم الفسحة أو يوم الأجازة بنروح السينما. tu achètes les billets gauchers. tu achètes les billets du gaucher، يعني أنت بتشتري التذاكر من الجوشي. جو على بالانسوار لافي. لافي جو على بالانسوار، يعني البنت بتلعب فين؟ على المرجحة. كلبو فيلم كالجولي في. هكتبهم لكم دلوقتي حالا ونقراهم تاني مع بعض. يلا نقرا الجمل مع بعض. احنا كنا واصلين لغايه هنا. tu aimes les films romantiques. tu aimes voir les films comiques.
quel genre de film tu aimes voir أي نوع من الأفلام تحب تتفرج عليها. le jour de congé يوم الأجازة. on va au cinéma بنروح السينما. tu achètes les billets au guichet أنت بتشتري التذاكر من شباك التذاكر. la fille joue à la balançoire البنت بتلعب على المرجحة. quel beau film يعني يا له من فيلم جميل. quelle jolie fille يا لها من بنت جميلة. هنا عندنا كومبليت أكمل. au cinéma on achète les billets du guichet. guichet يعني شباك التذاكر. le jour du congé je vais au cinéma يعني في يوم الأجازة بروح السينما. ممكن تكون كمان نقول au club بس خلينا في سينما عشان الدرس كان بيتكلم عن السينما. le نقط est attirante. attirante يعني جذاب يجذب. ممكن نقول le film او شيق او كده. بو فيلم طبعا دي علامة تعجب في الاخر المفروض وبو فيلم هيبقى كل بو فيلم. je vais au نقط pour regarder un film. je vais au cinéma رايح السينما عشان اتفرج على فيلم. نقط s'assoit devant l'écran مين اللي بيقعد قدام الشاشة؟ les spectateurs. ثواني اكتبها لكم اهي. les spectateurs معناها المشاهدين او المتفرجين. pour voir un film 3D il faut avoir علشان نتفرج على فيلم 3D il faut avoir des lunettes 3D. des lunettes يعني نظارات 3D أو 3D عشان نبقى فرنساوي بقى. nous achetons نقط au guichet. nous achetons des billets تذاكر au guichet من شباك التذاكر. أحمد حلمي إيه؟ un acteur يعني ممثل. ومنى زكي une actrice. بعد كده عندنا هنا سؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك complete avec un mot convenable يعني ايه؟ كمل عن طريق كلمه مناسبه. دي كلها عن ادوات الاستفهام. في الحاله دي هنبتدي بقى نركز كده ونشوف الاجابات وبناء عليها نحدد الاسئله. نقط vas-tu au club. طب هنا كده في مكان يبقى انا بقول لك انت رايح فين يبقى où vas-tu على طول. اين تذهب؟ انت رايح فين؟ au club. manges-tu une pomme يعني ايه؟ بتاكل ايه؟ ايه بتاكل ايه؟ يبقى que manges-tu انت بتاكل ايه؟ ماذا تاكل؟ هنا fais-tu le devoir انت بتعمل ايه؟ الواجب. que fais-tu يعني انت بتعمل ايه؟ نقط joues-tu le matin الصبح. يبقى احنا كده عندنا ايه؟ وقت. بيقول لك انت بتلعب امتى؟ الصبح. يبقى quand joues-tu انت بتلعب امتى؟ le matin. نقط regarde la télé مين اللي بيتفرج على التلفزيون يعني احمد. يبقى على طول qui regarde la télé. عندنا هنا في fait le devoir يعني بيعمل الواجب. مين اللي بيعمل الواجب؟ ياسر. qui fait le devoir. manges-tu au restaurant بتاكل انت في المطعم. طالما عندنا مكان هيبقى ايه؟ هيبقى où. أين؟ voyages-tu en train أنت مسافر. طيب en train وسيلة مواصلات. أنا كده بسأل بقولك أنت بتسافر إزاي فيما معناها. يبقى comment voyages-tu أنت بتسافر إزاي. comment tu es malade نقط tu es malade هو أنت عيان. oui je suis malade. لقينا هنا في الإجابة oui. إحنا قلنا لما الإجابة يبقى فيها oui أو no يبقى السؤال هيبقى فيه إيه؟ est-ce que. واسكو معناها هل. اسكو دي بصوا اسكو وعلى بعضها كده معناها هل. اسكو tu es malade هل انت مريض. oui je suis malade. نقط لو بنطلون 150 ليفر ايجيبسيان يعني 150 جنيه مصري. يبقى combien coûte سهلة قوي. كم يتكلف البنطلون او كم سعر البنطلون. نقط fais-tu les toupies انت بتعمل ايه. que fais-tu les toupies بعمل التوبي اللي هي النحلة. نقط tu t'appelles أحمد طبعا سهلة قوي. comment tu t'appelles اسمك ايه. بعد كده عندنا هنا ça va bien طبعا ده سؤال بتاعنا من زمان قوي. comment ça va bien vois-tu le film انت بتتفرج على ايه؟ بتفرج على الفيلم.
يبقى que vois-tu بتفرج على الفيلم. Tu vas au club parce que j'ai un match. طالما عندنا parce que في الإجابة احنا قلنا parce que وكار دي وبور، والتلاتة معناهم ايه؟ معناهم علشان او because بالانجلش. يبقى طالما لما يبقى عندنا بارسكو او كار او بور يبقى السؤال يبقى فيه ايه؟ يبقى في السؤال لازم يكون فيه ليه، لماذا، وليه والماذا اسمها بور كوا. علشان ايه انت عيان، او ليه انت ليه انت رحت النادي؟ بارسكو جي ان ماتش، عشان انا عندي ماتش. écris-tu la lettre يعني ايه؟ يعني انت بتكتب ايه؟ la lettre يبقى que écris-tu انت بتكتب ايه؟ نقط vas-tu en bateau en France. طالما في مكان يبقى انا بقول لك انت رايح فين بالباطو، رايح فين بالمركب. قلت لي انا رايح ايه؟ فرنسا. يبقى طالما احنا بنسال على مكان يبقى هنقول où vas-tu en bateau. انت رايح فين بالمركب، يعني انت هتركب المركب وهتروح فين؟ رايح en France في فرنسا. نقط بارتيو en France انت رايح فرنسا امتى؟ اون التي. احنا كده قايلين ايه؟ وقت او فصل من فصول السنه. يبقى طالما اون التي انا بقول انت مسافر امتى فرنسا؟ انت قلت لي اون التي في الصيف، ده وقت. يبقى كده هيبقى ايه؟ هيبقى كون، وهيبقى معناها متى. جو tu au ballon le matin. le matin وقت. انت بتلعب بالكرة امتى؟ الصبح. يبقى على طول هيبقى برضو كون. انت بتلعب امتى بالبالون؟ لو ماتان يعني الصبح. نقط لا جيب 300 ليفر ايجيبسيان. الجيبه ب 300 جنيه، دي غاليه قوي. يبقى الجيبه ب 300 جنيه يبقى ايه؟ كومبيان كوت لا جيب. كومبيان كوت لا جيب. علشان نحل كلمات الاستفهام صح لازم نكون عارفين معناها. لو احنا عرفنا المعنى يبقى كده مفيش اي مشكله، يبقى احنا كده تمام التمام. كده احنا خلصنا كل اليونيتي 9، خلصناها كلها، الوحده التاسعه اللي هي بتاعه السينما والممثلين ومعرفش ايه والكلام ده كله. عايزين نراجع كلماتها ونحفظ الجمل اللي قلتها. كمان الجرامير بتاعها مهم جدا، لازم نذاكر كويس عشان هو بعد كده هينفعنا السنين اللي جايه. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي واقول لكم au revoir، باي باي.